دقة الكشري أو بصل الكشري زي ما بتسموه. هجيب هنا البصل كده يكون كبير وهقطعه 2. بعد ما تقطعيها 2 كده هتبتدي تخرطيها بالشكل ده كده تبقى نص دايرة. فككيهم بقى من قلب بعض كده، وبعدين هاتي رشة دقيق ورشة نشا ورشة ملح ورشة كاري. لو ما عندكيش كاري تقدري تحطي كركم، حاجة بسيطة برضو، بس الكاري طعمه أطعم وأجمل يعني. ملح، دقيق، نشا، رشة كاري. قلبيهم بقى في قلب بعض كده وحطيهم في المصفى السلك كده. لو حسيتي ان الدقيق كتير حاولي تنفضيه، بس هو هيشربه ويبقى كويس يعني. نزليه بقى في الزيت كده وهيستوي معاكي وهيبقى بالشكل ده كده، مقرمش من بره وطري من جوه وطعمه جميل جدا. ان شاء الله هيعجبكم، جربوه بالطريقة دي بألف